انا نفهم كونه كي تفتح الملفات خارج الاطار القضائي الصحيح، نفهم اللي فما تدخلات. يعني سمح سياسيه مقابل تدخلات ذلك فما فلوس ولا انا نقول اللي حط روحه في الموضوع هذا يتحمل مسؤوليه كون الناس يتهموه. انا ما عنديش دليل حق، ولكن على الاقل يتحمل مسؤوليه الشبهه اللي باش توجه له. يعني ثم تسويات مع احزاب سياسيه، مع اشخاص ينتميوا للاحزاب، وقعت مع رجال اعمال مثال؟ لا هذه نسمع فيها من قبل، اليوم ما تغير شيء كيما انا كيف انت حتى في الوزاره قبل ما عندناش معلومات اكثر منك انت في الجانب هذا بالذات، لكن نسمع فعلا اللي فما شكون يوعد فلان بتسويه الوضعيه نتاعو، مش هكا تتم الامور. هي تقالت حتى راهو من احد المسؤولين الرسميين في تلز وكانت غلطه كبيره، سنسوي وضعيه رجال الاعمال، ما تنجمش تسوي وضعيه رجال الاعمال، انت سلطه في ذي وهو امام القضاء، انت تنجم كاغلبيه تهز مشروع قانون وتعديه المجلس التاسيسي وتفرض المشروع هذاك وتسوي له بالقانون. اما ما دام القانون هذاك ما تعداش، تعدى في الصيف اللي فات بالمناسبه مخر ياسر، لكن على كل حال تعدى في الصيف اللي فات وتوا بداوا يناقشوا فيه، ان شاء الله يتعدى في اقرب وقت، يبعدنا من الشبهات نتاع الفساد وتسويه الوضعيات تحت الطاوله، يولي كل شيء فوق الطاوله في اطار قانوني معروف. فما شبهات في مبالغ ماليه كبيره ولا نقاط استفهام في مبالغ ماليه كبيره حتى بعد الثوره، هذا هو اللي تقوله؟ لا اكيد في المجال البنكي ديما فما علامات شكايات فيها صحيح فيها الغلط اكيد، ولكن قلنا وقت يلزم امكانيات البحث فيها ويلزم تكون الكفاءات الموجوده لمحلها، ولكن لازم تكون فما اجهزه معينه قادره على الدخول في الملفات هذه فتحها، وطبعا فتحها باستقلاليه. معناها كنا نعرف اللي النظام السابق كان فاسد، لكن كنا ايضا نتصوروا انه بعد الثوره باش يقل الفساد. المشكل هو انه كل المؤشرات والمنظمات الدوليه والمنظمات المهتمه بالموضوع الشفافيه تقولوا انه الفساد كثر بعد الثوره. كيفاش تفسر هذا؟ فما حاجتين، فما اول حاجه ارتخاء الاجهزه نتاع الدوله وحاله الخوف الى اخره. كان ناخذ مثل بسيط ياسر الديوان على سبيل المثال. الديوان كان فما مكتب قبل الامن الديواني كان مكلف قبل الثوره بعديد الاشياء، يراقب حتى في الفساد بالمناسبه، ولكن زاد يراقب شكون مرته لابسه خمار والمسائل هذه اللي قلقت التوانسه، السياسي الجانب السياسي. طبعا بعد الثوره الناس هذوما يقع بعضهم، ما يسالش يمشوا لاداره اخرى على سبيل المثال، ولكن يبقى المكتب ويلزم يخدم. بعد الثوره تشل تفقديات كيف تشلت تعطي على سبيل المثال، وقتها ولينا نسمعوا في تجاوزات، مثلا اول ما دخلنا 2012 على كل شكايات هما بيدهم راهو السيد عوان ديوانه، فهم شكون ناس نضاف ويرفضوا كانوا الجهاز نتاعهم يتمسخ بالمرتشين. وكي نحكيو على ديوانه راهو نحكيو على مبالغ ذات اهميه كبرى معناها، ونحكيو على الحدود ونحكيو في الاخر على القفه نتاع المواطن. طبعا فما كي نجبد الموضوع هذا زاد نعطيو